إيه هي الستوري بورد؟ طيب بشكل عام صناعة الأفلام هي عمل إبداعي استثماري ضخم بيتطلب ميزانية كبيرة وأيام تصوير ومعدات وفريق عمل كبير، وعلشان الوقت والميزانية يتوظفوا بأفضل شكل لازم يكون في تخطيط لكل مشهد، وهنا بيجي دور الستوري بورد. الستوري بورد هي الرسم المبدئي للمشاهد بيحدد فيها المخرج الزوايا والتحركات والتكوينات قبل التصوير، ممكن هو اللي بيرسمها أو بيتعاون مع رسام متخصص في الستوري بورد، ومن مصممين الديكور للممثلين كل واحد عارف دوره بدل ما الوقت يضيع في التجربة. كل حاجة بتبقى واضحة من الأول، وأهم حاجة إنها بتقلل التكلفة لأن التخطيط الجيد بيساوي أخطاء أقل بيساوي إعادة تصوير أقل بيساوي ميزانية أوفر. مش بس في السينما الستوري بورد أداة أساسية ومهمة، لكن كمان في الإعلانات وأفلام الأنيميشن بنشوف ذا لايون كين رغم إنه بالكامل فيلم أنيميشن إلا إنه اعتمد على ستوري بورد لتحديد المشاهد قبل التنفيذ. فيلم المومياء الأستاذ شادي عبد السلام كان بيرسم كادرات الفيلم بدقة شديدة جدا قبل التصوير، وويس أندرسون المعروف بتكويناته البصرية المذهلة اعتمد على ستوري بورد دقيق جدا في كل أفلامه. بنشوف حتى أفلام الأكشن زي ماد ماكس فيوري رود كل انفجار وحركة عربية كانت مرسومة بالتفصيل في الستوري بورد. الستوري بورد مش رفاهية، هي أداة أساسية لأي مخرج، وهي الطريقة اللي بيشوف بيها شكل فيلمه ورؤيته حتى قبل ما يتصور. سلام.